في 10 حاجات انت بتعملهم ممكن يبقى هم سبب ان انت على طول حاسس انك متضايق، مخنوق، زعلان، فاقد الشغف، وانت مش حاسس ان انت ممكن تكون السبب في ده. الحاجة الأولى إن أنت حبيب الكل، بتحب تراضي كل الناس وتعمل كل الناس الحاجات اللي هي عايزاها وتساعدهم، مع إن محدش بيحاول يفكر فيك أو يراضيك أو يساعدك زي ما أنت ما بتعمل. عامل نفسك كده سوبرمان لله وللوطن. تاني حاجة، بتعيش في الماضي كأنك بالظبط بتتفرج على فيلم قديم، انت حافظه وحافظ المشاهد اللي فيه وحافظ كل كلمة وكل حدث حصل، وبرغم كده لسه بتتفرج عليه ولسه بتفكر في الماضي ولو كان حصل ولو كان جرى، وبتنسى الحاضر والمستقبل. ورقم 3، كل شوية تبص حواليك وتقارن ما بينك وما بين الناس، ما بينك وما بين زمايلك، أهلك، الناس اللي في الشارع، البلوجرز والفنانين والناس المشهورة ورجال الأعمال المعروفة، وبتنسى إن كل واحد ليه حياته، ليه أحزانه وليه أفراحه، وزي ما هم ناجحين في حاجات انت كمان ناجح في حاجات لو ركزت فيها، بس انت لا مركز ولا شايف مميزاتك ولا شايف النجاحات اللي انت بتعملها. اي نجاح عندك بتشوفه صغير قد كده، وبتبص لنجاحات الناس وبتنسى ان هم كمان عندهم هموم ومشاكل ومصايب وكوارث. رابع حاجة، دايما بتقول بص والله هخلص الحاجة دي، بس هخلص اللي في ايدي ده واقعد ارتاح، مش هعمل اي حاجة تاني النهاردة. واول ما تخلص تقول اصل بص ما جتش على دي، خلينا ننجز دي كمان، يا عم اللي خليني اشتغلت ساعتين جت على حاجة هتاخد ساعة، وحاجة تجر حاجة لحد ما تلاقي يومك كله بقى مسحوم، لا بتخطط ليومك ولا بتنظم وقتك، وبتلاقي فجأة اليوم بيضيع منك وانت مش فاهم هو ضاع ليه. والحاجة الخامسة، ما بتعرفش تقول ايه امتى، بتسكت في الوقت اللي المفروض تتكلم فيه، والوقت اللي بتتكلم فيه بتقول يا ريتني سكت وما فتحتش بقي. والرقم 6، ان انت دايما بتكبت مشاعرك جواك، واي حد يسأل عنك في اي وقت تقوله انا تمام، انا كويس، انا بيس، لمجرد ان انت مش عايز تحس ان انت كئيب او بتشيل الناس همك او لأي سبب ايا كان. رقم 7، بتدور على قيمتك في عيون الناس، بتستنى رأيهم او هم هيحكموا عليك ازاي او هم شايفينك ازاي، وبتنسى ان انت تبص على نفسك في المراية وتقيم نفسك وتعرف ايه فعلا مميزاتك بعيدا عن رأي اي حد. والحاجة رقم 8، بتدي للناس اكتر ما بتاخد، لحد ما بطاريتك بتفصل وانت لسه مبتسم وعامل نفسك تمام. والحاجة التاسعة، انك بتخاف على زعل الناس حتى لو ده هيكلفك ان انت تزعل نفسك. والحاجة العاشرة والاخيرة، انك على طول بتجلد ذاتك، ما بتقدرش ان انت تسامح نفسك على اي حاجة انت عملتها او اي غلطة انت غلطتها، على طول بتأنب في ضميرك وبتوجع نفسك وما بتقدرش ان انت تتسامح او تتصالح مع نفسك.